بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا التالي. طبعا فتحت خسارة الهلال الباب أمام الاتحاد والنصر للمنافسة على تمثيل المملكة العربية السعودية في بطولة الأندية للعالم. الهلال خسر للتو بعد مداخلات فنية خاطئة، ولا شك أن هذه الخسارة مؤلمة جدا لجماهير الهلال وأيضا لسمعة الكرة السعودية. نعود للشأن السعودي ولشأن دوري روشن. لا شك أن المنافسة الآن ستحتدم بين الاتحاد والنصر والشباب من هناك من بعيد. الآن هناك أمور كثيرة ستتغير بالنسبة للمنافسة للاتحاد والنصر. الاتحاد يتفوق بفارق 3 نقاط، وهي ليست ببعيدة عن النصر الذي يحاول أو يتحفز لإضافة إنجاز جديد له باصطياد أخطاء الاتحاد. ومن هناك من بعيد الشباب يحاول أن يصطاد أيضا أخطاء الاتحاد والنصر. هناك مواجهة مهمة جدا بين النصر والشباب. هذه المواجهة سيكون لها أثر كبير في تحديد المنافس الذي ينافس الاتحاد على الدوري، شريطة أن يفوز الاتحاد في مبارياته أو على الأقل في 3 مباريات، ويتعادل أو يخسر في مباراة واحدة. الاتحاد الآن أمام موقف صعب، أمام ذكريات حزينة يتذكرها جمهوره العام الماضي عندما تخلى عن المنافسة في الأمتار الأخيرة. النصر جاهز الآن، ولكن بشرط أن يفوز في جميع مبارياته. الشباب أيضا جاهز وشرط أن يفوز في جميع مبارياته على أن يتعثر الاتحاد. طبعا الاتحاد بشكل عام يحاول أن يلملم أوراقه، لأنه يعتبر الفريق الأجهز والفريق الأمثل لتحقيق بطولة الدوري، عطفا على المستويات التي قدمها الفريق في هذا الموسم، والتي كانت عنوان الإثارة وعنوان التشويق. هذا لا يعني أن النصر لو عاد وفاز بالدوري أنه لا يستحق ذلك، بل يستحق ذلك حتى الشباب وحتى الهلال بالرمق الأخير أو النسبة الضئيلة جدا التي يحتاجها للفوز ببطولة الدوري ورقيا نتكلم. إذن المباراة بشكل عام أو الدوري بشكل عام اشتعل كثيرا وتحول إلى صراع الآن بعد خسارة نادي الهلال، وأصبحت بطولة الدوري ليست سوى إلا عتبة للوصول إلى العالمية واللعب العالمية. النصر والاتحاد لعبوا في البطولة العالمية وبطولة أندية العالم، وهذا ليس غريبا عليهم. الشباب هو الوحيد الذي يتمنى أن يحقق مثل هذا الإنجاز الجميل